يلا عشان ما حد حوش. ايه يعني 200 جنيه؟ خدتهم من فلوس الجمعية، ده كفاية دعوتها بالدنيا. ايه ده؟ ياه، اما انا غبي بالدرجة دي؟ ياه، انت عملت كل ده؟ عشان كده تليفون وعمرة، الخير اللي انت عملتيه. سامحيني فعلا، انا كنت غبي للدرجة دي. هي بتبقى غيبوبة بس، مش بتبقى غبي ولا حاجة. لا، الطمع وحش. لا حول ولا قوة الا بالله علي شفت يا العظيم. محمد؟ نص كيلو لحمة، نص كيلو 200 جنيه ولا حتى لو ب500 جنيه رضيت بيها حد، تكفي الدعوة، تبقى من القلب، تكفي انه يدعي لك كده يقول لك ربنا يبارك لك في صحتك وفي ولادك. ده احنا جالنا عمرتين انا وانتي، والعمرتين دول اكتر من كام؟ 50-60 الف جنيه حاجة عشان حلوة. تطلع دلوقتي عمرة صعب. مكنتش اتخيل يا ناهد، وانا اقول هي جت ازاي. مش معقولة بالصلاة والصوم، الزكا الصلاة والصوم كل حاجة. الزكا الرضا رمضان. تراضي، الرضا انا تراضي. منعتها وانت عملت من ورايا كل ده. لما تراضي حد. انت عملت من ورايا كل ده. جميل. وانت كان معاك الفلوس منين؟ اللي انت ما تعرفوش ان انا قبضت الجمعية، واول ما قبضتها الصراحة قلت لازم والله العظيم، وانا نازلة اجيب الفطار لقيت ام احمد قابلتني قالت لي خدي انا كنت لسه طالعه لك اديك الجمعيه. ربنا سبحان الله، ما دام انت في دماغك خير ربنا بيديك الخير ده وبيوقع لك الناس ولاد حلال. ما دام انت ماشي على يقين ان انت عايز تعمل خير ربنا بيكتبه لك. ما دايم الا وجه الله. الحمد لله، نحمد ربنا. سامحيني يا نايد، انا فعلا غلطان. بيبقى طمع بس. والست ديت لو طلبت اي حاجه بعد كده عمية بعد اللي حصل ده. طبعا مش متخيل فرحتها يا محمد. وانا قلت لها لو محتاجه اي حاجه انا هجيلك من وقت للتاني. الحمد لله. غيبوبه. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله فقت. يا ما انت كريم يا رب. سامحنا يا رب، سامحني. الصلاة والصوم وقراءة القرآن تكمل بذكر الله. لازم تزكي فعلا.